السلام عليكم متابعي الاوفياء. جيت نحضر معكم اليوم واحد الخبيزات بالنافع كيطيبوا في المقله، كيجيو لذاذ بساط وسهلين في التحضير. فخليكم معايا جميعا ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه تحضير هذا الوصفه. وبالنسبه للمقادير فانا خديت هنا 500 غرام ديال دقيق الفورسيني نوعيه جيده، نحتاج معاه 2 بيضات، 50 غرام ديال الزبده ديال العلب، 50 غرام سكر سنيده، غنحتاج واحد خماره ديال الحلوى وزن 8 غرام، 2 معالق كبار ديال النافع، الملح وخميره ديال العجين والماء باش غنجمع هذا الخليط. وبالنسبه للطريقه فانا خديت هنا كاس ديال العجانه، درت فيه الدقيق، سكر سنيده، 2 بيضات، 50 غرام ديال الزبده اللي عندي، غندير الملح، 2 معالق ديال النافع، خميره ديال العجين، غنضيف لهم الخماره ديال الحلوى، وغادي نخلط الكل مزيان وغادي نجمعهم بالماء حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون لينه، يعني ما تقصحوش العجينه. غادي نخليها تدلك معايا شويه صافي. في العجينه ديالي كتجي على هذا الشكل، يعني عجينه اللي طريه كتلصق في اليد صافي. فغادي نحاول ندير كميه من الزيت هكا على الوجه، غادي نغطيها ونخليها حتى تخمر معايا ونرجع معكم. فهنا من بعد ما خمرات غادي نحاول نجمعها من جديد. غادي ندير قويرات يعني الحجم اللي بغينا، من بعد غادي نبسطهم على هذا الشكل. دائما كنستعين بالزيت، غادي نخليهم حتى يخمروا معايا ويطلعوا هكا على هذا الشكل. عاد غندوز باش نطيبهم. ففي مقله هكا خليتها سخنات معايا مزيان، غادي ندهنها بالقليل من الزيت وغادي ندير هاد الخبيزات ديالي ونقصلهم طبعا العافيه ونخليهم يطيبوا على خاطرهم باش ما يبقاوش معجنين معايا من الداخل ويتحمروا فقط من برا. فكنقلبهم على الجوانب هكا بجوج على هاد الجوانب باش كيطيب معايا العجينه ديالي مزيان. فكيجيو على هاد الشكل، يعني الريحه النافعه منهم يا سلام. غادي نقطع معكم وحيده تشوفوا الداخل ديالها كيفاش كتجي، يعني كيجيو خفاف وهشاش على هذا الشكل. فكنتمنى طبعا تجربوهم وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.